نرجعوا للمغاربه نقول لهم باللي حلوا مشاكلكم يا المنتنين يا المخنازين، حلوا مشاكلكم، ما تلاوش مشاكل الجزائر، حلوا مشاكلكم الان مع الاتحاد الاوروبي ومع بروكسل. اسمعوا معي هذا التعليق ونعاود نرجعوا. المحكمة كشفت أن المملكة لا يحق لها ممارسة سيادتها إلا على المياه المحيطة بأراضيها والتابعة لبحرها أو منطقتها الاقتصادية الخالصة. الرسالة واضحة، الرسالة واضحة يا محتلين. راهو يقول لكم الاتحاد الأوروبي وتقول لكم بروكسل أنه الصيد في المياه الإقليمية الصحراوية راه ماهوش أخلاقي، راه ماهوش خدمة نتاع ناس ملاح، راه خدمة تاع مرخص طحاحنا. المياه الإقليمية تاع الصحراء الغربية ماهوش من حقكم تصيدوا فيها، والأسماك اللي تصيدوها راهي حرام، راهي حرام. إذا مش مقبول أن الاتحاد الأوروبي وبروكسل يشروا عليكم الحوت اللي تصيدوه في المياه الإقليمية الصحراوية. أكبر جالية مغربية في أوروبا موجودة في بلجيكا، في بروكسل. نعم، أكبر جالية مغربية موجودة في دولتين اللي هي بلجيكا وهولندا. نسبة الأسماك المستوردة من المغرب نسبة كبيرة يستهلكوها المغاربة، يحبوا ياكلوا الحوت المغربي. الآن وقفوا لهم، قالوا ما نحتاجوش، لأنه السمك اللي راكم تستوردوا فيه سمك من الصحراء الغربية، لا يحق لكم أنكم تصيدوا أسماك من الصحراء الغربية المحتلة وتجوا تبيعوها لنا هنا في بلجيكا وفي هولندا. هم يربوا فيهم، يعاودوا يربوا، ترباو يا مرخص. ما تسرقوش الحوت من أراضي الصحراوية وتجوا تبيعوه لنا. كان قبل كان إنذار على الخضروات، يعني كمية من الخضروات، الخضر والفواكه تم إرجاعها للمغرب لأنها كانت من مستوطنات، نعم مستوطنات مغربية في الصحراء الغربية المحتلة. إذا الأوروبيين قالوا احنا ما ناكلوش الحرام، احنا ماناش مسلمين مسيحيين ويهود وناكلوا الحلوف، بصح ما ناكلوش الحرام. جايبين الحوت من الصحراء الغربية وجايبين الخضرة من الصحراء الغربية وهي مش ليكم، سارقينها وجايبين تبيعوها لنا، احنا ما نشروش عليكم. هان زادوا عطاهم صفعة اللي من المفروض ما يزيدش يحلوا فامهم، ما يزيدش يحلوا فامهم. الصهيوني إيدي كوهين هذاك تعرفوه، كل مرة يخرج خرجة هكذا، طبعا هو ضد النظام في الجزائر وضد الجزائر وضد الشعب الجزائري وضد الدولة الجزائرية. طبعا كل مرة يخرج خرجة، لكنه مرة على مرة يطيح على راسه، يطيحوا على راسه المركة ويضرب في الحيط. شوفوا هذا مثلا هذا التويت هذه اللي دارها حمار، نقول له حمار هذا كوين، هذا نقول له تبغل، طبعوك المركة على راسك، عطاوك الصورة مغلوطة. شوف يقول لهم طوابير الجزائري من أجل حليب، ويضحك يعني فعلا دولة آمنة ومستقرة، ويضحك الجزائر الحرب القادمة. وينشر في صورة، أولا الصورة نقول له يا بغل، أولا الصورة مفبركة، وذوك نعطيك الدليل أنها مفبركة، هذه ليست من الجزائر، ما عندها حتى علاقة بالجزائر. ثانيا يا غبي كي تنزل الصورة على أساس أنها من نهار اللوغو نتاعها يجي على اليمين ما يجيش على اليسار، يعني يمين الشاشة ما يجيش على اليسار. عمرك ما شفت يا بغل أنه النهار تيفي ما تجيش على يسار الشاشة، تجي على اليمين، يعني غلطوك الماركة، طبعوك على راسك يا زايلة، ما تفهمش. اللوغو نتاع النهار يجي على يمين الشاشة ما يجيش على يسار، هما طبعوك على راسك لحوك بعيد. الصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية لهذا التويت ها هي الصورة الحقيقية ووفق ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس، فإن الصورة تعود لسنوات وهي توثق طابور في الصين خلال إحدى المعارض، هذايا من 2014. شوف التاريخ هاو قدامك يا بغل يا زايلة، ها وين 2014 16 فبراير 2014، والصورة هذه من الصين وباينين من شكلهم، باينين الصينيين مهم الجزائريين. وانت يا ايدي كوهين يا الزايلة يا المنتن طبعوك الماركة على راسك وخلاو بنزديري يلعب بيك يجونغلي بيك على المباشر. اذا واش ندير لك انا يا حمار؟ ها انت الا كنت بغل ويلعبوا بيك الماركة، ها واش ندير لك انا؟ لازمني نلعب بيك، لازمني نتمسخر بيك ونلعب بيك هكذا على المباشر وتستاهل، لانك بغل. واش راح ندير لك؟